البيبتايدز دلوقتي بقت موضة في كل المجالات. عندك مشاكل في المعدة، خد بيبتايد فلان. عندك مشاكل في البشرة، خد البيبتايد الفلان. عندك مشاكل في الشعر، خد البيبتايد فلان. السر اللي اخفاه عنك الدكاترة. وتخش على البايو بتاعه والشخص اللي بيتكلم ده، تلاقي ان هو عامل خصم ديسكاونت كود، واللينك بتاعه بيودي لموقع لشراء البيبتايدز دي. تيجي انت بقى تخش على البيبتايدز بعد ما اقتنعت عليها وفوائدها الجميله والكلام ده كله، تلاقي ان انت محتاج تبيع كليتك عشان تمشي. وعشان ما اعملش الكلام على كل البيبتايدز، انا هاخدهم واحد واحد بالتفصيل. واول فيديو معانا وهو الجي اتش كي كابر بيبتايد، وبالاخص هتكلم عليه فوائده للشعر او الصلع الوراثي. طبعا في العادي اي صانع محتوى من بتوع اللي بيتكلموا على البيبتايدز هيقوم داخل قبل ما يعمل الفيديو ده، داخل على شات جي بي تي، يعمل لي سكريبت عن جي اتش كي كابر بيبتايد للشعر. الجي اتش كي كبر بيبتايد لعلاج الصلع الوراثي لوحده، كانك بالظبط بتطفي حريقه بمسدس ميه. وبالنسبه للدراسات اللي معموله على الجي اتش كي كبر بيبتايد، انا كنت عامل عنه فيديو من 3 سنين قبل ما يبقى ترند، والعالم بيكرت اللي هو اول واحد كان عمل عليه دراسات، وان هو اصلا شخص كان بيمول الدراسات دي وعنده شركه ان هو بيبيع البيبتايد ده. وقلت ان هي دراسات كلها ضعيفه، يعني دراسات ما بتثبتش اي حاجه. هتقول لي طب ما هو مش كل حاجه دراسات ومش دراسات. اقول لك ان حتى في الانكدوتس، يعني انا عندي مجموعه من الكلاينتس جربوه، ما فرقش معاهم في الروتين بتاعهم. بالعكس، ده هو ضيع لهم فلوس على الفاضي. يعني هو لو كان استثمر الفلوس دي حرفيا وراح جاب بيها اكل كان هيبقى افيد. وطبعا الجي اتش كي كفر بالتايد هو ليه صيغتين: صيغه بتتحقن وصيغه بتبقى محطوطه في مستحضرات التجميل بصوره موضعيه. طبعا هو بصوره موضعيه ملوش اي دور، ولا هو بديل للمينوكسيديل، وما تسمعش كلام الناس اللي يقول لك كده. انما صيغته للحقن ممكن يكون لها دور، ولكن تعليق هنا ان هي التكلفه العلاجيه بتاعته غاليه. يعني انت عشان تستمر على الجي اتش كي كفر بالتايد انت لازم تستمر عليه على الاقل 6 شهور او سنه. تمام، يعني هو علاج ما بيجيبش نتيجه سريعه. هو غالي جدا. يعني انت بتحط تكلفه شهريه علاجيه عاليه جدا لحاجه ما بتديش فايده قويه. ومن حيث الاعراض الجانبيه فزيه زي كل البيبتايدز، ما فيش دراسات كافيه على المدى البعيد بتدعم امانه. ولكن هو يبان ان هو نسبيا امن الى حد ما، ولكن راقب. لو انت هتحول نفسك لفار تجارب، مستويات حاجات زي الزنك والنحاس عندك، لان هو الجي اتش كي كفر بالتايد هو جزء منه نحاس. 18% من الجرعه اللي انت بتاخدها عباره عن نحاس، ولو انت خدت كميه عاليه من النحاس فده ممكن يعمل لك اعراض جانبيه. ممكن توصل انها تبقى اعراض جانبيه خطيره ما تستهينش بيها. بس هو صعب شويه ان انت في ارض الواقع يجي لك سميه من النحاس، لان الجرعه اللي فيه قليله شويه. وخليك واعي، يعني مش معنى ان حاجه اتعمل عليها دراسات ان هي مثبت فعاليتها فعلا. يعني في فرق ما بين كلينيكلي بروفن وحاجه معمول عليها دراسات. لان انت لو جيت تدور وبالذات في مجال الشعر فهتلاقي ان في حاجات كتيره على الفئران مثلا او في المختبر بتسبب الهير جروس، وممكن تكون حتى نتائجها اقوى من المونوكسيديل والفينسترايد. ولكن تيجي مثلا تستخدمها على البشر او تعمل دراسه على البشر تلاقيها بلح بيستك، مفيش اي حاجه. ما بتجيبش نتيجه مقارنه